سادة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية في رابع مباراة كما ذكرت تاريخية تجمع أو خامس مباراة تاريخية تجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب منتخب كاب فيردي. غيابات المنتخب المصري هي طويلة وكثيرة طبعا، وبالتالي لدينا أحمد سيد مجموعة كبيرة طبعا من لاعبين المنتخب المصري طبعا بقوا هنا على مستوى طبعا تواجد كان نادي الأهلي هنا في مباراة السوبر المصري. هنا انطلاقة محاولة لمصلحة عمر مرموش، واحد من أسلحة السيد حسام حسن في هذه المباراة. كرة بتلعب، يا سلام، كرة في مكان سليم، عرضية خطيرة أمام المرمى، هذه فرصة لكن الكرة بتتخلص. أديلسون بورغيس يرسل كرة إلى الأمام، محاولة طويلة أمامية في مكان للاروس دوراتي، يسيطر على كرة خطير هذا اللاعب دوراتي، يا سلام بالكعب، خطيرة ومطالبة ركلة جزاء إذا للمنتخب منتخب كاب فيردي. خطأ كبير يقع فيه محمد هاني مدافع الأهلي في اللقطة الماضية، وبالتالي صافرة من السيد طبعا سيدة روضة المنصوري في هذه اللقطة تحديدا، ما كان فيها تسلل إطلاقا، سقط هيليو فاريلا، وبالتالي خطأ ارتكب في اللقطة الماضية أديلسون بورغيس أو عفوا أحمد أبو الفتوح هو اللي ارتكب. الكاب فيردي أمام غاري رودريغيز سيتقدم، محمد الشناوي سيتصدى، محمد الشناوي، لكن هنا هدف يسجل منتخب كاب فيردي في هذه اللقطة. يتقدم منتخب كاب فيردي عن طريق هذا اللاعب اللي واضح أمامنا في الصورة، غاري رودريغيز يسجل أول أهداف المباراة. لاعب اللي يتواجد طبعا في النمسا، يسجل طبعا هدف مبكر للمنتخب كاب فيردي، يتقدم فيه على المنتخب المصري، لكن هي مجرد بداية وخطأ كبير من المدافع بقيمة محمد هاني حقيقة، خطأ يرتكب في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ يعني يضع المنتخب ويضع الشناوي طبعا في كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، عرضية عالية لكن أيضا يتدخل مدافع منتخب كاب فيردي، لكن هناك صافرة من قبل حكم المباراة السيد طبعا يعود للخلف فيها محاولة التقدم، فيها كرة ملعوبة على الجهة اليسرى، وصلت الآن محاولة لمصلحة المنتخب المصري، لكن وصلت هنا عند هيليو فاريلا بيحاول يتخلص، خطير فاريلا يلعب الكرة في مكان سليم، هذه خطيرة ولكن الكرة تتخلص. طبعا لا مقارنة إطلاقا يعني ما بين منتخب كاب فيردي، وان كنت يعني اؤمن تماما بان المنتخب المصري يعني قادر على الانتصار في هذه المباراه. عموما كره ملعوبه، محاوله تتخلص ما زالت لصالح منتخب مصر. هنا تدخل صفرة من قبل حكم المباراه، وخطا لمصلحه مصطفى عبد الله. سلام ان شاء الله لمصطفى. وهذا الاستاد كان حضر مباراة طبعا لكأس السوبر. هذه كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، بتتخلص، تعود مرة أخرى كرة لصالح منتخب كاب فيردي، ارتداد سريع، محاولة في انطلاقة فيها محاولة المرور، لكن الله على مرمى في مكان ووضعية أجمل من ركنية. كرة سرسل خطيرة، الله أمام المرمى، ما زالت أخطار، يتدخل المدافع، هذه تسديدة ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كانت من نبيل دونغا في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، كانت عرض سليمة من قبل طاهر يرسل الكرة على الجهة اليمنى لمحمد هاني، هذه محاولة عرضية ولكن هنا تغطية الأفريقية. كرة ملعوبة إلى الأمام، هذه خطيرة لمصلحة المنتخب المصري، لكن يتدخل المدافع أديلسون بورغيس، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب مدافع نادي البطايح الإماراتي في اللقطة الماضية. هذه محاولة لإرسال كرة عرضية لكن تحت الضغط الآن يضطر للعودة. هنا لدينا كرة من دونغا، محاولة يرسلها في مكان سليم، محاولة للتسديد ولكن بكلا الشعارين. عموما كرة ملعوبة ممتازة هذه لمصلحة المنتخب المصري، هذه فرصة، هذه محاولة سقوط وخطأ حكم المباراة يحتسبها لصالح المنتخب المصري، وبطاقة صفراء على كيلفن بينا اللي واضح أمامنا في الصورة. كيلفن بينا اللي لينا هو طبعا مع المنتخب المصري 8 أهداف في مسيرته. عمر مرموش، الله
ما رمى برونو فاريلا. تسديدة قوية من عمر مرموش، ولكن الكرة يتصدى لها في اللقطة الماضية، يتصدى لها فاريلا يبعدها إلى ركلة، لكن ملعوبة بشكل سريع. ما أكثرها الكرات يا فاريلا في أرضية الملعب، لكن هنا الكرة تتخلص، وصلت للمزعج. هي الآن لمصلحة محمد حمدي، مقطوعة ترجع مرتدة لصالح منتخب كافيردي في محاولة على الجهة اليمنى، عرضية ستكون هذه محاولة، والشناوي ايش يلعب المباراة. كرة منقولة الآن لمصلحة الخطير دائما هيليو فاريلا، بيحاول يتقدم لكن نبيل دونجا. كرة فيها لمسة من هاني ممتازة، وصلت مرموش يرسل الكرة هناك أقصى الجهة اليسرى، لكن الكرة فيها صافرة من روضة المنصوري. صافرة ممتاز، تخليص كرة لصالح المنتخب المصري، انطلاقة فيها لمسة أمامية، وصلت لمرموش، يسقط مرموش ويخسر الكرة، فيرسلها أمامية محمد صابر. يا سلام، استلام لطاهر، طاهر بيعدي طاهر يسدد طاهر، لكن التصدي حاضر من برونو فاريلا. تصدي جميل من فاريلا، لكن التسديدة أحلى وأقوى باتجاه المرمى عن طريق اللاعب الخطير. لا، غير راية، نفذها تمريرة أمامية داخل منطقة الجزاء. الكرة عند طاهر من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء، والكرة بالرأس، ولكن على الجهة اليسرى محاولة مرور أولى ناجحة، عرضية، لكن هنا طبعا إبعاد من المدافع رامي ربيعة، وكذلك طاهر محمود. تسديدتين كانت من الأروع في شوط المباراة الأول. هذه الكرة ممكن الآن عودة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة بالرأس، هذه تسديدة، ولكن الكرة إلى أن يجتمع لاعبي المنتخب أن يبدأوا بالتأكيد بالتفكير في القادم، أن يحدث ذلك الانسجام المنتظر من السيد حسام حسن. يا سلام، هذه خطيرة، ممكن فرصة، لكن ضاع. لاعب نادي البنك الأهلي نزل لأرضية ملعب المباراة، هنا تسديدة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى خط إلى الأول. الحارس بالمناسبة يعني عنده صولات وجولات. هنا كرة خطيرة، محاولة أمام المرمى، فرصة جول. لا ترمش أمام مرموش يا فاريلا، ما دام مرموش موجود المنتخب المصري يعود للمباراة عن طريق عمر، عن طريق المرموش، يسجل هدف التعادل، يعيد فيه المنتخب المصري للمباراة. شوف الانطلاقة، هذه هي انطلاقات التي ننتظرها. يصل في اللقطة الماضية ويسجل هدف. لا ترى الفراعنة يعودون للمباراة، يسجلون الهدف المنتظر منذ فترة. هذه تسديدة، ولكن الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من فرصة ويا لها من محاولة استطاع من خلالها المنتخب. تبادل كرات، اللمسات الى الامام الى جوجو يلعب الكره على الجهه اليمنى، محاوله المرور، هذه تبدو خطيره لصالح منتخب كافيردي. ما زالت اخطار عرضيه، ولكن في انطلاقه في مكان سليم. مرموش بيتخلص، مرموش يتقدم، يا سلام، يلعب الكره، لكن الكره من جديد لصالح منتخب كافيردي. هذه محاوله، ما زالت الكره اخطر على الجهه اليسرى، ترجع لريان مينديز يرسل كرة يغير فيها الاتجاه. هذه محاولة ما زالت مستمرة، لكن وضعية. كرة من جديد داخل منطقة الجزاء، لكن هناك في لمسة يد يبدو على مصطفى عبد الله. هذه يا الله، مش ممكن، الله، هذه جول. الله ماذا تقول روضة المنصوري؟ هل احتسبها حكم المباراة هدف أم ألغى الهدف؟ راح نشوف. لكن الله على لمسات جميلة كانت لعمر مرموش، تبادلوها، وصلوا بها باتجاه المرمى، لكن شوف اللقطة، انتبه تماما أحمد أبو الفتوح، شوف اللمسات، يا عيني على مرموش. بعد ذلك التسديدة كانت بهذه الطريقة، هل استحوذ عليها فاريلا بكامل اليد، وصلت إلى يديه بالكامل، أم هناك قطع؟ أعتقد لم يصل لكرة بالكامل، وبالتالي سجلها. أعتقد بأن حكم المباراة قراره سيعيد. كرة منقولة أمامية، استلام من عمر مرموش، مزعج خطير، ممكن تسديدة، هذه فرصة. الله يا عيني عليك، تسلم رجليك يا عمر مرموش. ايه ده، ايه الحلاوة دي يا عمر مرموش، يا سلام. عموما كرة ملعوبة عرضية خطيرة، لكن تتخلص بالراس. من جديد المحاولة لصالح المنتخب المصري، محاولة المرور، هذه فكرة للتسديد، لكن غير راية، لكن هنا الضغط زاد عليه، خلصوا الكرة،
محمد هاني يخلص هاني الكرة بشكل سليم. هدف ثاني يقترب، هدف ثاني يقترب. هذه ملعوبة بشكل سليم، ممكن عرضية، فرصة رأسية، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كانت من رامي ربيعة على مرمى المنتخب المصري. هذه كرة في مكان خطير، ملعوبة خطيرة، تسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. كان هناك تدخل لكن حكم المباراة يمنح الفرصة، اتاحت الفرصة للمنتخب المصري. ممتازة، وصلت لمرموش، يا سلام، سيتقدم مرموش يلعبها، لكن الكرة كانت من حسام حسن، اللاعب الوحيد في تاريخ مصر اللي لعب طبعا مع الأهلي والزمالك كما ذكرت، وسجل في مرمى المنتخبين. حسام كرة اللعب الآن لمصلحة منتخب كان فيردي، خطيرة، الله، الشناوي، السد العالي يبعد الكرة الماضية، يبعد الكرة الماضية. كانت خطيرة على مرمى المنتخب المصري، كانت خطيرة وخطيرة للغاية، لكن قوية من نونو داكوستا، لكن خاطئة. تعود الآن، ممتازة، مرموش الكرة ما زالت مع مرموش، يا سلام، يتخلص مرموش، خطيرة، يا الله، يا إلهي على اللحظات الأخيرة وما تقدم من إثارة. كاد أن يسجل المنتخب المصري. إذا تبديل قادم، الشناوي سيغادر أرضية الملعب، ما هو راضي الشناوي، يترك المكان لمصطفى فاريلا. الآن مرموش يتقدم لاعبي المنتخب المصري، مرموش في مواجهة فاريلا مرة أخرى في هذه المباراة. مرموش أكثر اللاعبين يعني وثوقا به من قبل الجماهير. مرموش يتصدى فاريلا، إذا ضائعة للمنتخب المصري، ضاع. كيلفن بينا يتقدم مصطفى شوبير، بالتوفيق إن شاء الله. مصطفى وكيلفن ضاعت اللي سددها أديلسون، ضيعها أديلسون بورغا. الزمالك في مباراة الخامسة مع المنتخب المصري يتقدم الآن، وفاريلا حسام، نعم، علقها هو اللي راح ينفذها. مونتيريو، الله يا مصطفى يتصدى للركلة الترجيحية الثانية لكاب فيردي. برافو، تبديل ناجح لورقة ينفذ الركلة. محمد حمدي، يا الله، يا هدوءك يا محمد حمدي. ينجح المنتخب المصري في تسجيل الركلة، ومصطفى شوبير، يا الله، ركلة ترجيحية ثالثة، ممنوع، يقولهم ممنوع التسجيل اليوم. مصطفى شوبير في هذه اللقطة لاعب رقم 18، ومحاولة ستكون قادمة وتسديدة. فاريلا يتصدى، ضاعت، ادت لأربعة ركلات محاولة. ريان مينيز على التنفيذ، ومصطفى شوبير، وضاعت لتنتهي بدون أن يصاب مرمى منتخب مصر بأي ركلة، وبالتالي المنتخب المصري صاحب المركز الثالث في هذه المباراة، ما بعد الانتصار